السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. إن شاء الله النهاردة كده هنكمل على الحلقة بتاعت امبارح. كنا اتكلمنا امبارح على الماتش بتاع الأهلي وصن داونز و... وللأسف الشديد يعني كنا امبارح يعني في حالة مزرية، وكنا يعني للأسف يعني الكلام كان بيضيع من دماغ الواحد بسبب الحسرة، وبسبب يعني إن إحنا يعني قعدت حرق دمنا ساعة ونص. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم في حاجة مهمة، وحاجة يعني بقالها فترة كبيرة، ألا وهي يعني إيه اللي بينقص الأهلي يعني من فترة، وإيه مشكلة الأهلي والمشاكل اللي جوه الأهلي تتعالج إزاي. طبعا قبل ما نتكلم في الموضوع ده يعني في ناس كتيرة بتتكلم على ما يثار في الإعلام والكلام اللي بيحصل في الإعلام والزملكاوية وقصة إن يعني هما الأقرب لأن هما يتأهلوا والكلام ده. يعني الحاجات اللي هي بره يعني المعقول، وبره الحاجة اللي هي تعقل، أنا ما بتكلمش فيها خالص وماليش علاقة بيها. والحاجات اللي هي يعني إيه، آه، حاول خارج يعني النطاق الطبيعي للبني ادمين وناس يعني بتتكلم في كوكب اخر. انا خارج الكلام ده وخارج النطاق الكلام ده، يعني ماليش دعوه بيه. ما يعني ولا اقوله ولا اتكلم فيه ولا اوجع دماغي فيه يعني. خلينا في الحاجه اللي هي النادي بتاعنا، في المشكله اللي يعني ايه اللي محتاجه حل. طبعا قبل برضو ما نتكلم، النهارده كابتن الخطيب وقع رعاية جديدة للنادي الأهلي مع شركة شيل للزيوت والبترول وكده. طبعا دي يعني خامس رعاية أو سادس رعاية. طبعا يعني كابتن الخطيب ما شاء الله يعني عامل رعايات بمبالغ طائلة، وعامل ما شاء الله يعني شغل جامد جدا في موضوع الرعاية. وكنا برضو سمعنا ان امبارح من كابتن شوبير ان في كلام ان يعني هيبقى في لجنة كده كشافين للمواهب وكده بقيادة كابتن هاني رمزي. نتمنى يعني ان يبقى في حاجة زي كده في النادي الاهلي، ومش عيب ان احنا نتعلم من الناس الخبرات بتاعت بره. ودي برضو حاجة هتخليني برضو اتكلم مع حضراتكم فيها كمان شوية على الحلقة، وعلى البرواز اللي احنا حطيناه للحلقة، او العنوان اللي احنا حطيناه اللي هو ايه اللي بينقص الاهلي اليومين دول علشان يقدر ان هو ينافس. هناخد من الحتة بتاعت ان الاهلي بيتعلم من بره ازاي يعمل كشافين، وازاي يعمل حاجة زي كده. وهنتكلم في موضوع يعني شفنا في الفرق العالمية دلوقتي زي برشلونة، وزي ليفربول، وزي مان يونايتد. يعني عنده ثلاث فرق او كمان معاهم ريال مدريد. الفرق دي كلها يعني كانت معاها عتاولة يا جماعة، وكانت فرقة فيها يعني يعني أسامي تخض. برشلونة مثلا على سبيل المثال ميسي ونيمار. ريال مدريد مثلا كان في راؤول، وكان في يعني انا بتكلم على يعني من فترة مش بعيدة قوي. وبنتكلم على يعني ناس كانت مقطعة الدنيا. وريال مدريد كان فيها برضو يعني قبل كمان بنزيما وفينيسيوس كان فيها يعني كان فيها ناس مش يعني مش عايز اقول لكم اسامي، بس يعني ايه اسامي كانت تخض. والمان يونايتد برضو ما فضلش منها، كانت فيها اسامي برضو كبيره، جيجز والناس بتاعت زمان دي وسكولز والكلام ده ورونالدو. ما فضلش منهم غير راشفورد دلوقتي. وبرضو برشلونه بقى اللي فيها ميسي ونيمار والكلام ده خلاص ما بقاش فيها اي حد خالص دلوقتي، بقت كلها اسامي جديده. والليفر طبعا كان ساديو ماني، وكان معاه كان في كذا برضو واحد معاهم كانتارا، وكان في برضو يعني اسامي كبيره. دلوقتي مفيش غير محمد صلاح في الليفر. يعني او اللي انا المغزى من الكلام ده كله، او اللي انا عايز اقوله ان يعني مفيش فرقه بتفضل على حالها، ومفيش فرقه بتفضل
بنجومها هي ومفيش يعني فرقة بتفضل 5 6 7 سنين على نفس الأسامي. لا يعني بيبقى بيحصل تغيير، والتغيير بياخد وقت، والنتائج بتاخد وقت. ادينا شايفين ليفربول متعثر السنة دي بسبب ان هو مبقاش فيه غير صلاح وورا فان دايك، وكل بقت فيه اسامي جديدة كتير. برضو برشلونة بعد ما مشى ميسي ونيمار والناس دي برضو تعثرت، بس بدأت ترجع دلوقتي تاني شوية. المان يونايتد هكذا. ريال مدريد يعني ما فرقة ما بتتعثرش، يعني ما شاء الله، يعني عندها على طول جايبة يعني أسامي، وما شاء الله دلوقتي مودريتش بنزيما فينيسيوس، كفاية التلاتة دول يعني. يعني في بلاوي تانية يعني. يعني كفاية التلاتة. المهم يعني إن مفيش فرقة بتفضل هم ال 11 لعيبه مش بيتغيروا. كلمنا امبارح يعني احنا وانا رايي يعني بقالي يعني فتره كبيره قوي، لان الناس اول حاجه بتمسك فيها المدير الفني، ويقول لك يعني موسيماني اتمسح بيه واتشبح بيه الارض. بعديه سامي قمصان، بعديه سواريش، بقى دلوقتي كولر برضو. فيعني احنا بنقول لان استحالة يكون في 4 أو 5 مديرين فنيين بيلعبوا بنفس الفرقة، وال4 5 مديرين فنيين مش عارفين يمشوا الفرقة، او مش عارفين يعني يخلوا الفرقة تنعدل حالها. لا يعني اكيد ان في ناس شبعت، في ناس بقت موظفة، في ناس بقت خلاص مش نافع. خلاص جابت اخرها في الاهلي، او خلاص تشبعت وخلاص مش قادرة تدي اكتر من كده. مش عيب يعني، ده مش عيب، ما فيهاش مشكلة. دي ما فيهاش اي مشكلة. اللي ما بيقدرش ان هو يدي، مش عيب ان احنا نغير، ومش عيب ان احنا نقوله شكرا، ومش عيب ان احنا نمشيه. فيعني ده اولا ده مغزى يعني ده اول رقم واحد. الحاجة التانية، دلوقتي احنا بنتكلم ومرارا وتكرارا، والناس كلها قاعدة بتقول الخطيب بخيل، الخطيب مش عايز يجيب مهاجم سوبر، الخطيب مش عارفين يجيبوا مهاجم، أمير توفيق مش عارف يجيب مهاجم. يعني الكلام من هذا القبيل. طب يعني هتجيب مهاجم وانت ما عندكش تغذية؟ يعني انت دلوقتي ما عندكش اللي يرفع، ما عندكش اللي يدي كرة لصانع لعب، ما عندكش يعني ما فيش حاجة من الحاجات دي. يعني انت ما عندكش حاجة خالص. يعني النهاردة مثلا ماتش مان يونايتد مثلا، الجون التاني الراجل اداها لراشفورد قدام الجون، خلص مخلصه، الراجل دخل يا دوبك يعني شاطها، هي كان فيها يعني حظ شويه لانها جت في رجل المدافع ودخلت، بس يعني لقى اللي يديله، يعني لقى اللي يديله هو والجون. فانت حتى دي عندك في الاهلي مش موجوده دلوقتي. زمان كان قفشه بيعملها مع شريف، ايام ما كان قفشه وشريف فايقين الاتنين. للاسف دلوقتي ما بقتش موجوده، للاسف الشديد. قفشه بقى موظف، واحمد عبد القادر بقى موظف. الاتنين يعني يعني مش فايدين الفرقه باي حاجه. بغض النظر عن ان يعني هتقولي ماتش اسوان هم جابوا جوان او عملوا او خلوا، هم يعني مش ده اللي الاهلي عايزه منهم، ان هم يجيبوا جوان. يعني المشكله دلوقتي في الاهلي ازمه ثقه، وازمه يلا نفسي ما كانش موجود ده. يعني الروح دي ما كانتش موجوده في الاهلي قبل كده. يعني الاهلي بيلعب باسم الاهلي 11 لعيب. قبل ما حضرتك تفتكر نفسك ان انت حاجة، لازم تعرف انت تلعب باسم الاهلي. انت بتلعبش باسمك، انت بتلعبش باسم احمد عبد القادر، ولا فرقة احمد عبد القادر، ولا فرقة قفشة. انت بتلعب باسم الاهلي. فلما تبقى بتلعب باسم الاهلي لازم تعرف ولازم تفهم ان انت 11 لعيب. هتلعب لوحدك يبقى مالكش مكان في الفرقة. ده المفروض ان كولر الكلام ده يتقال للعيبة دي، والكلام ده يتقال مرارا وتكرارا للعيبة دي. احمد عبد القادر مهاري على عيني وعلى راسي وكل حاجه، ولعب ماتش بتاع فلامينجو، ولعب كسر الدنيا ورقص وعمل كل اللي انت عايزه. بس انت مش هترقص على طول، ومش هتجيب على طول. فانت يعني انت مش قادر، او انت مش عارف ترقص ساعة زمايلك ان انت تديهم كرة مفيدة. يعني ايه حكاية ان انت
عايز ترقص على طول. وبعدين الحاجة التانية كمان، انت بتلعب مع فرقة يعني في هدى، يعني فرقة سان داونز دي فرقة جراية، لعيبة زي الحيطان، لعيبة ما تلعبيش ناس بدنيا ما تنفعش. يعني كان احمد عبد القادر او ان كان قفشه بدنيا صعبين ان هم يلعبوا. الناس دي كانت عايزه في نص الملعب حمدي فتحي، كانت عايزه القندوسي، واللي زاد والنصيبه وغطى كمان في الماتش اليو ديانج تايه بطريقه مش طبيعيه. اليو ديانج يعني من اول كاس العالم للانديه وهو خلاص معرفش ايه اللي جراله، يعني تحول لشخص تاني، تحول لحد تاني. اخطاء كارثيه في ماتش ريال مدريد، ماتش بتاع امبارح اخطاء كارثيه، بيعمل حاجات كارثيه. ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انت تصبر عليه 90 دقيقه يقعد يعمل لك الاخطاء الكارثيه دي. وفي الاخر خالص الناس بتتكلم عن مروان عطيه. مروان عطيه اللي كان مقطع نفسه امبارح، هو ما كانش فيه غير الثلاثه اللي بيلعبوا في ماتش الاهلي امبارح: الشناوي، حسين الشحات، مروان عطيه. تيجي تقول لي مروان عطيه ايه؟ اذا كان هو الوحيد اللي كان بيلعب. الكرة اتقطعت منه مش مشكلة، طب ما الكرة اتقطعت منه مرة، طب ما تحسب الكرة اللي اتقطعت من اليو ديانج، احسب الاخطاء اللي عملها اليو ديانج، احسب الاخطاء اللي عملها محمد هاني، احسب الاخطاء اللي عملها محمود متولي، احسب الاخطاء اللي عملها محمد عبد المنعم. يعني انت بتتكلم عن اخطاء واحد عايز تشيل واحد الماتش؟ لا، يعني ده كان هو اللي بيلعب في 4 5 كانوا غير خارج نطاق الخدمة. فيعني انت بتحمل واحد عنصر من العناصر اللي كانت كويسه جدا امبارح، بتحمله اخطاء المباراه، وكابتن علاء صادق يقول لك مروان عطيه. لا، مش مروان عطيه على فكره اللي كان مشكله امبارح، لا مش مروان عطيه خالص. يعني مروان عطيه كان راجل بيلعب كويس، بيسلم كويس، ما فيش مشكله ان الكره تتقطع منه. المفروض ان هو يعني متكل على دفاع، يعني المفروض ان هم يلعبوا. بعدين انت في يعني هو طول الماتش هاري نفسه هو حسين الشحات تعب. يعني اللي عمله امبارح مروان وحسين اكتر ناس جرت واكتر ناس تعبت. الفرقه تاني الفرقه مريحه، بقيه الفرقه مريحه. اليو ديانج مريح، قفشه مش موجود، عبد القادر مش موجود مش بيرجع، محمد هاني كذلك، ولا فادنا دفاع ولا هجوم. محمود متولي كذلك. فانت يعني ما تشيلش الراجل اكتر من طاقته، او ما توقعش الراجل. انت بتبني عليه فرقه الراجل ده، يعني انت بتبني عليه فرقه جديده. المفروض هو وخالد عبد الفتاح نشوف بقى فرقه جديده متكامله. خالد عبد الفتاح في ناحيه ومحمد اشرف في ناحيه، ونشوف مروان ومعاه قندوسي مثلا في خط الوسط، وعندنا كهربا، ويلعب كريستو كمان اللي دلوقتي بيلعب في منتخب الشباب في كأس الأمم. عندنا يعني ممكن نعمل فرقة تانية جديدة خالص، جديدة لانج، وتأدب بقى الناس بقى اللي هي الموظفين دي شوية، تأدبهم شوية. ما فيهاش مشكلة خالص، يقعدوا على الخط كده حلوين معززين مكرمين، ما فيش مشكلة خالص. يعني ايه لازمة ان احنا بنحرق دمنا كل ماتش؟ وتاو برضو يعني متوظف ليه مهاجم معرفش برضو. عندنا نجرب محمد شريف شوية، نجرب شادي حسين شوية، ماشي. ما بياخدوش مطوشة برضو. يعني انت يعني محمد شريف ممكن لو خد شوية ونزل له حسين الشحات يساعده ممكن يجيب. ما حسين الشحات عمل لكهربا الماتش بتاع أسوان، وعمل لأحمد عبد القادر، وعمل لقفشه. ايه المشكلة لما تنزل كهربا وتنزل يعني جناح كهربا، والجناح التاني يبقى حسين الشحات، وتنزل معاهم شريف؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ وعندك في خط الوسط عندك القندوسي، وعندك حمدي فتحي، وتريح اليو ديانج شوية، وعندك السولية راجع، وتلعب بأربعة ورا، مثلا رامي ربيعة مثلا، تريح بقى محمود متولي شوية، وتلعب خالد عبد الفتاح، وتلعب الناحية التانية محمد أشرف، وعندك كمان مروان عطية. يعني عندك فرقة تانية خالص ممكن تلعب، فرقة تانية خالص خالص ممكن تلعب. ايه المشكلة؟ الموضوع كله في، يعني أنا شايف أزمة ثقة غريبة.
شايف تصرفات غريبة امبارح، حسين الشحات بيحتفل لوحده في بالجون التاني. الفرقة ما بتروحش، الروح غريبة جدا. اللعيبة بقت يعني كسبانة خسرانة، بتلعب كأنها كسبانة. الكرة بترجع من ورا، بتتلعب بالراحة، وكأننا كنا كسبانين. اللعب مفيش لعب لقدام. كل ما حد يتزنق يرجع للشناوي. الشناوي شايل بلاوي امبارح، وطالع من جونه كذا مرة شايل بلاوي. كل الكلام ده معرفش ليه. ليه حكايه يعني بقالنا فتره كبيره موضوع ترجيع الكره للشناوي ده زياده عن اللزوم. يعني معلش يعني، مع احترامي، لو حضراتكم عايزين تلعبوا لعبه بقى زي سان داونز كده وليفربول والكلام ده، الكلام ده بيتعمل، الفرقه كلها بتبقى مشاركه في الموضوع ده. الكره بتطلع من ورا لقدام، بتتسلم سلم واستلم زي ما الكتاب ما بيقول. انما انت ما بتعرفش تسلم وتستلم. انت الكرة بتطلع منك من ورا، تتزنق تروح رافعها كرة لقدام، علي معلول يعمل كده او محمد هاني يعمل كده، خلاص شكرا الكرة اتقطعت. فيعني انت بتعمل ايه؟ بتنفذ خطة ايه؟ او ايه اللي انت بتعمله اذا كان انت عايز تلعب كده؟ ومعلش كولر يعني ما هو الراجل هيعمل ايه؟ يعني هو الراجل هيعمل ايه؟ هو جالك القماشه دي وبيستخدم القماشه دي، واللعيبه دي هي دي اللي بتتمرن صح، وهي دي اللي بتنفذ التمرين صح. انما تيجي في ارض الملعب حاجه تانية، تشوف عجب العجاب، ويتحرق دمك عجب العجاب. فيعني ما اعرفش يعني، لازم يحصل تغيير، ولازم قفشه وعبد القادر يعرفوا ان هم قبل ما يبقوا يعني يجيبوا جوان، لازم يبقوا صناع لعب ويصنعوا زمايلهم، ويعرفوا ان هم بيلعبوا في النادي الاهلي وبيلعبوا باسم النادي الاهلي مش باسمهم. لولا النادي الاهلي ما كانش بقى في حاجه اسمها قفشه او عبد القادر. لازم يعرفوا الكلام ده، ولازم حد يعرفه الكلام ده، ولازم يبقى في حد، لازم يبقى في دكتور نفسي يقعد مع اللعيبه، يشوف اللعيبه ازمه الثقه دي جايه لهم منين، بلانتيات اللي بتضيع دي ليه، تاني بلانتي يضيع على التوالي. ما جالناش غير باتنين بلانتي. بلانتي كان في ريال مدريد، وده تاني بلانتي يجي لنا مفيش شهر، وبيضيع برضو. ما نفهمش ليه، ايه السبب؟ بقت الناس تخاف تنزل تخش تشوط بلانتيات. حاجات غريبة بتحصل. برضو مجدي قفشة تجيله كرة قدام الجون، عايز يتحنجل فيها ويلعبها في السماء. طب يعني انت لا عايز تلاعب، لا عايز تدي اللعيب يجيب جون، والكرة اللي انت بتلعبها بتيجي في السماء، يعني انت لا بتساعد ولا عارف تجيب جون. طب ايه لازمتك؟ يعني انت بتعمل لي ايه في الفرقة علشان انا خاطر انا انزلك ولاعبك اساسي، وفي الاخر تتقمص وتعمل مشاكل مع الجماهير؟ يعني ايه لازمتك ما دام انت مش بتفيدني في الملعب؟ طبعا لازم الكلام ده كله يتقال، ولازم الكلام ده كله يتصارح. يعني كولر يقعد كده مع كابتن الخطيب، ولازم نحط النقط على الحروف. انا مش شايف ان يعني الثلاثه او الاربعه اللي كولر قرر ان هو يستغنى عنهم، مش شايف ان هم دول اللي عاملين يعني ازمه. يعني ماشي، انت يعني دول انت يعني رامي ربيعه وايمن اشرف وبرونو سافيو، وحد برضو معاهم رابع، هفتكر لكم مين يعني. هما كانوا أربعة، هو مش خلاص مش مقتنع بيهم، وقال لك ما لهمش يعني مكان معايا. فيعني دي رؤية مدير فني وبراحته، وهو ما بيلعبهمش، وفي متوشة بيكسب فيها يعني، ما قلناش لا يعني. بس يعني حضرتك زي ما يعني الدفاع عندك مع محمود متولي خرف او بتاع، انت من حق بقى رامي ربيعه وايمن اشرف يجربوا حظهم. ما انت يعني ما انت يعني عندك برضو يعني كلام هجس بيحصل، وامبارح الدفاع اتاكل. فانت يعني ايمن اشرف ورامي ربيعه من حقهم يجربوا حظهم هم كمان. عندنا برضو معرفش برضو كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ومحمد فخري، الولاد دول ليه برضو ما يخشوش؟ يعني انا برضو عايز اعرف
ليه الولاد دول ما يخشوش؟ احنا مستنيين ايه يا جماعه؟ هل احنا مثلا كولر مستني ان احنا ما يبقاش عندنا امل خالص في بطوله افريقيا مثلا، فيبتدي هو بقى يبني من اول وجديد؟ لا، يعني انت محتاج ان انت تبتدي تبني، تبتدي ماشي، تلاحم البطولات والمواسم والكلام ده كله، انا معاك. بس لازم على الاقل تجرب واحد او اتنين كل ماتش، يعني كل ما تلاقي ان الدنيا تسمح ان انت تجرب، لا جرب. لان انت مش هتفضل تعتمد على الناس اللي هي اللي بتلعب دي بس. يعني في ناس خلاص بجد بقت موظفين، احنا ما بنتكلمش كلام وخلاص، لا في ناس بقت موظفين. عندنا قفشه بقى موظف، احمد عبد القادر بقى موظف، اليو ديانج بقاله فتره بيخرف، محمد هاني وعلي معلول برضو مستوياتهم مش قد كده. الدفاع امبارح كان عليه علامات استفهام كبيره، خصوصا محمود متولي. ما اعرفش محمود متولي هو غيره بناء على هو تعبان، ولا هو غيره عشان الغلطه بتاعت الجون الاولاني. فيعني لا، يعني احنا محتاجين ان احنا نعيد ترتيب البيت من اول وجديد، نشوف اللعيبه اللي هتفيدنا ايه، واللعيبه اللي مش هتفيدنا نستغني عنها، ما فيهاش مشكله. يعني احنا الاهلي ما بيقفش على حد، ولازم كل لاعب بيعرف ان هو ما بيلعبش باسمه، بيلعب باسم فانيلة الاهلي واسم النادي الاهلي. غير كده مش عايزينه بالسلامة. يعني أكم ما نجوم، وأكم ما ناس افتكرت نفسها حاجة، وافتكرت نفسها إن هي هتمشي، هنموت من غيرها. ودينا شايفينهم متلطمين اهم، مش لاقيين اللي يشيلهم، ومش لاقيين الفرقة اللي تاخدهم، ولا حتى عارفين يعملوا ولا إنجاز، لا لفرقتهم ولا لنفسهم. فيعني الموضوع بسيط والموضوع سهل. لازم يبقى فيه وقفة، ولازم نبتدي نراجع حساباتنا تاني. وعلى النادي الأهلي والمجلس الإدارة إن هم يقعدوا مع كولر ويراجعوا حساباتهم تاني، ويشوفوا الموظفين، ويشوفوا الناس العالة يبقى ملهمش مكان في الفرقة. ومنتظرين نشوف يعني الكلام ده. يعني كولر طبقه في ماتش أسوان، كان نفسنا، يعني أنا حطيت امبارح بوست كده قلت يا ريت كان كولر بدأ بالماتش بتاع سان داونز، بدأ بدولة. بس برضو للأسف كان هيبقى عنده مشكلة في بعض العناصر في ورا محمد أشرف، برضو جسمه يعني قليل. الناس العتاولة اللي كانت بتلعب امبارح دي كانت صعبة، بس برضو ما انت عندك، يعني انت عندك برضو كسور قدام. ما انت يعني زي ما عندك كان ورا، كان عندك قدام قفشة واحمد عبد القادر فراخ بالنسبة للناس اللي كانت بتلعب امبارح. يعني كانوا يعني غير مفيدين خالص امبارح. نتمنى ان شاء الله ان يعني الدنيا كده تتطور، ونشوف الايام الجايه هيحصل ايه. طبعا عندنا ماتش الداخليه بعد بكره، نشوف كولر كده هيعمل ايه، خصوصا احنا سمعنا ان يعني هيبقى فيه تغييرات جذريه. ومش عايزين يعني تزهقنا من موضوع ان احنا يبقى فيه عقوبات ماليه والكلام ده. وهم اساسا اللعيبه كده كده ما بقتش تفرق معاهم، عادي يعني. اخصم زي ما تخصم، شبه الموظف بالظبط، مش فارق معاه. فيعني نتمنى ان ميبقاش موضوع الخصومات ده ما يبقاش يعني يبقى في حاجه رادعه اكتر من كده، استبعاد، وقعد على الدكه بقى. يعني اي حاجه تانية غير موضوع الفلوس ده، عشان الموضوع ده ما بقاش يفيد بحاجه. ان شاء الله بعد بكره هنلتقي مع حضراتكم بعد ماتش الداخليه، ونشوف الدنيا هترسى على ايه، وربنا يستر. يعني لان يعني الواحد اليومين دول حاطط ايده على قلبه، بيشوف يعني المستوى مش مطمئن خالص. طبعا يعني احنا ما بنقولش الكلام ده كله علشان نضرب في حد، ولا نقول مثلا الاهلي مثلا في مشكلة او لا. احنا برضو زي ما حضراتكم كده قلنا من الاول خالص، احنا جمهور، واحنا جمهور بيقول وجهة نظره، وكل وجهات النظر تحترم. مش معنى ان انا بطلع اقول ان الاهلي فيه مشكلة ابقى بهاجم الاهلي، او ان انا واقف ضد الاهلي، او ضد الادارة، او ضد اي حد معين. لا، احنا بنتكلم للصالح العام، وبنتكلم ان الفرقة محتاجة ان هي تتغير. والعالم كله عمل كده، مش الاهلي بس اللي هيعمل. وزي ما اتكلمنا وقلنا في الاول، فرق العالم كلها بدأت تغير، ليفر، المان يونايتد، ريال مدريد، برشلونة،
كل الفرق دي غيرت فرقتها 180 درجة، وغيرت لعيبتها 180 درجة. مش عيب، ومش عيب التغيير، دي سنة الحياة، ومفيش لعيب هيخلد. كانوا الناس الأجيال الذهبية خلدت وفضلت قعدت تلعب. يعني ده مش نهاية المطاف، ولا دي آخر حاجة، آخر المطاف يعني. لو احنا هنقرر ان احنا ننافس على بطولات عالمية وننافس على دوري ابطال افريقيا، لابد من التغيير. ده اللي احنا بنتكلم فيه، وده اللي احنا بنقول فيه. دي وجهة نظر، وجهة نظرنا المفروض ان احنا كجمهور تحترم. حضرتك عندك وجهة نظر اخرى، او السادة الاعلاميين، سواء على السوشيال ميديا او سواء على اليوتيوب او اليوتيوبر، عندهم اراء اخرى برضو تحترم. بس كل واحد وجهة نظره. احنا شايفين ان وجهة النظر دلوقتي ان احنا نلحق المركب ونغير. المفروض ان احنا كنا غيرنا من 3 4 سنين، بس احنا بنقول نغير من دلوقتي مع الراجل اللي موجود، والراجل يشوف اللي محتاجه واللي مش محتاجه. دي وجهة نظر. وجهة النظر التانية، قال لك ما تخبطش في اللعيبة وما ترزعش في اللعيبة. والسنتين اللي فاتوا احنا تعادلنا في ماتش وخسرنا في ماتش، وفي الاخر خدنا البطولة. نتعشم ان يعني ايه، يعني يبقى في برضو السيناريو ده متعشمين فيه شوية 50%، وال50% التانية مع الرأي اللي بقول لحضراتكم عليه، ان احنا نبتدي نغير بقى، ونبتدي نشوف البدايل. فهنشوف مين اللي الكفة بتاعته هترجح، وفي الاخر كله بيصب في مصلحة النادي الاهلي. ان شاء الله هنلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة ان شاء الله بعد بكرة، بعد ماتش الداخلية. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.